مساءكم سعيد. أخبار يوم 24 جوان 2010 بعد فوز الجزائر إن شاء الله على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1-0. أطلقت وسائل الإعلام الأمريكية حملة سب وشتم في حق الجزائر شعبا وحكومة. واشنطن بوست صرحت أن الجمهور الجزائري تجاوز الحدود بعد أن هتف مطولا في ذم وشتم أنجلينا جولي. شيكاغو تريبون هوليوود تقرر مقاطعة الجزائر فنيا. نيويورك تايمز تصرح كلينتون تستدعي السفير الجزائري وتحتج بقوة على تصرف الجماهير الجزائرية. جاء في الUSA Today أن زملاء برادلي انهزموا معنويا وقبل بداية اللقاء بعدما شاهدوا الجماهير الجزائرية حاملة المسدسات الأوتوماتيكية والكلاشينكوف في المدرجات. CNN ليوناردو دي كابريو يقول أنه لن يذهب إلى الجزائر بعد اليوم بعدما رأى الجحيم في جنوب إفريقيا من طرف البلطجية الجزائريين. فوكس نيوز شانل دعوة الرئيس أوباما لاسترجاع كرامة أمريكا التي هدرت في جنوب إفريقيا وطالب بطرد سفير الجزائر من واشنطن. الBBC تصرح أن جيتس يدرس مع كبار الضباط في المارينز احتمال شن غارات عسكرية على الجزائر. NBC توم كروز يهاجم الجمهور الجزائري ويصفه بالسفاحين وقال أنه رأى بعينيه المطاوي والسيوف ونجا من كمين للجماهير الجزائرية. ورد في CBS أن كوكاكولا وبيبسي ستوقف إنتاجها في الجزائر وستترك الجزائريين يشربون الحمود بوعلام فقط.